سعوديا يدخل المسجد سكرانا ويستهزئ من المصلين. شاهد ماذا حصل، ومعجزة كبيرة جدا تحصل سبحان الله. ولكن قبل البدء بالفيديو صل على النبي، وإذا كنت مسلما اشترك بالقناة واضغط لايك لنرى عدد المسلمين في هذا الفيديو. كان هذا الشاب في سيارة أجرة عائدا إلى بيته بعد أن شرب الكثير من الخمر، وهذه عادته اليومية منذ سنوات لم يغيرها. وكان سائق السيارة يتحدث معه عن الهداية والتوبة إلى الله، وبدأ الشاب يسمع إلى السائق وينتبه إلى كلامه، فقال السائق: توب إلى الله عز وجل، فاذهب إلى بيتك واغتسل وانزل إلى المسجد وصلي لله عز وجل وادعوه، اسأله أن يغفر لك ذنوبك، وهذه نصيحة مني لك. وعندما دخل الشاب منزله وجد شخصا يتحدث عن حسن الخاتمة، فهذه الطريقة نهايتها سوء. استمع لنصيحتي وأنا لا أريد إلا نفعك. ماذا ستقول إلى الله لو توفاك الآن؟ كيف ستقابله؟ فلم يتكلم الشاب، ونزل وهو سكرانا من السيارة، وكان بيته بجانب المسجد، فذهب المسجد ليدخل إليه. ولكن عندما رأوه المصلين في هذا المنظر كان لا يستطيع المشي من شرب الخمر، فحاولوا منعه من الدخول وضربوه، ولكنه لم يكترث. فجاء شيخ المسجد وقال لهم: ليست مشكلة، أدخلوه لكي أصلي معه، لعل الله يتوب عليه. فبدأ شيخ الجامع بالصلاة بجانب الشاب، وهنا حدثت المفاجأة. شاهد المقطع. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله، قد مات وهو ساجدا، شيئا لا يصدق، وأبكى الملايين. سبحان الله. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال الطبري رحمة الله يقول تعالى ذكره: إن الذين اتقوا الله من خلقه فخافوا عقابه بأداء فرائده واجتناب معاصيه. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يقول إذا ألم بهم لمم من الشيطان من غضب أو غيره مما يصد عن واجب حق الله عليهم، تذكروا عقاب الله وثوابه ووعده ووعيده، وأبصروا الحق فعملوا به، وانتهوا إلى طاعة الله فيما فرض عليهم، وتركوا فيه طاعة الشيطان. انتهى من تفسير الطبري. عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: ربي أذنبت فاغفر لي، فقال ربه: أعلما عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال: ربي أذنبت أو أصبت فاغفر، فقال: أعلما عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا، وربما قال أصاب ذنبا قال: ربي أصبت، أو قال أذنبت آخر فاغفره لي، فقال: أعلما عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا. سبحان الله. لا تنسى مشاركة المقطع مع أصدقائك، فالدال على الخير كفاعله.